تحركت الفرقة المدرعة العراقية الثالثة من قواعدها حول بغداد باتجاه الجولان، وقطعت مسافة تفوق 1000 كيلومتر في زمن قياسي. أصدرنا إنذارا بأن القوات العراقية تتحرك باتجاه الجولان. بالرغم من الإرهاق، اندفعت القوات العراقية إلى الجبهة لدعم القوات السورية المتقهقرة أمام الهجوم الإسرائيلي. كنا قد توغلنا في عمق الأراضي السورية، صعدت إلى أكثر من برج مراقبة، كان الجو مليئا بالغبار، واعتقدت أن ذلك ناجم عن تحرك لقواتنا. اتصل بي قائد الفرقة وقال إن هناك قوة مدرعة تتجه نحونا وأنها قريبة على بعد نحو 1000 متر. فبوصول القوات العراقية اضطر الإسرائيليون لوقف تقدمهم باتجاه دمشق. أنت بتعرف لولا الجيش العراقي لسقطت دمشق. نعم. صدام حمى دمشق. على الحكام مقلط حاكم لا عودات روس العرب كل عن يقلط على الحكام. هذا ايش هذا والله 100 نفر. ايش يسوي دنيا؟ هذا كل دنيا خوف، هذا معلوم كله دنيا خوف. كله دنيا خوف؟ معلوم كله دنيا خوف. كله دنيا لا تهيب كالسباع ولا الوحوش، دايما تقدم ولا ترجع ورا، حظ رجال انتسابك كالجيوش، نذكر لشيوخ وعيال ومرا، درة تلمع وتذهب النقوش، مستواها فوق بيع ومشترى. كنت حلمان في جدي الأكبر نبي الله نوح، جاي هو سفينته، فهذا يكبروا ما يصغروا. هذا الشعب العظيم، شعب الرافدين، شعب النهرين الدجلة والفرات. في نظرهم أنهم يسيئون إلى صدام، يصغرون من شخصيته. أول هذا مالت يوم كنا نقدم سيف العرب اللي يطلقوا النار عليه وأنا رايح المسرح. من هم وراء المحاولة هذه؟ كانت مخابرات عراقية، بعدها صارت محاولات ثانية، ما كان في مخابرات، ما كان في مخابرات. أنا على أبو شوارب. أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول، لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي. نقول لازم الإنسان يتجنب الشر، يحاول ما يصطدم به، بس من يركب راس الشر لا بالله عليه يجر له السيف ويقصه. وصلت يعني. سلام يا راس الرجال الليله فعلا مهل امجادهم في صفحه التاريخ دايم تنشر، يوم العزاوي والهقاوي كانه السيف الصقر مكانهم في علي المشرف والعلى ترى، رف الخويس حكم العدا دايم ومزبان الدخيل بالمسجن مليان سجوا فيهم معاضين وذرا، ودينهم من جادهم تشبه كما دور الخيل اللي جلوا. أريد أن أجاوب باش الصغير على قولي. نعم جاوبوا. أجاوب على الوادي. جاوبوا. أفيع. ولعت حنا لها من فوق جيش وفوق الخيل، الجرح يبطي ما السلام والعظم يبطي ما جبر عدد. ها؟ من كنت بلندن؟ صدام ايدة نوش. كنت بلندن؟ كاليفورنيا يختال ناس. لا كنت بلندن تحكي على صدام. هذا ابو عدي لكن الان انا جايبه صدام ايده تلتف حول الكره الارضيه، ماكو بقعه بالارض ما وصل لها واختال بها واحد، بما فيها لندن اللي انا تحكي بها تعايرني انت. عبد الرزاق النايف رئيس وزراء العراق، صدام حسين المجيد اختال عبد الرزاق النايف سنه 78 بقلب لندن، واختال السيد مهدي الحكيم بالسودان، واختال ويوصل للقمر يوصل صدام، واختال طالب السهيل، واختال طالب السهيل بلبنان. شنو انا اعصي على صدام؟ هيك بإشارة مو بكلمة ولا بقرار. لا نطلع عن الموضوع. لحق نحمل زناديك ما قد حشرة، واقدم دامي راسي طالع من حرة، فاللوازم نطرد القوم وانفك البكر، العدا نطلع على خده ونسمع، فاللوازم نطرد القوم وانفك البكر، العدا نطلع على خده ونسمع. ولا تزعج. لا أنا ما أزعجك. لا ما نسمح لك. نعم هذا حقي يا أخي، ما نسمح لك. أنت لا تجبرني لك التجاوز. لا تجبرني، لا تجبرني، لا تجبرني، أنا هذا حقي. فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين.